مساء الخير عليكم حبايبي، رمضان كريم إن شاء الله يعود عليكم بالمحبة والعافية. اليوم حبيت داول موضوع البنية اللي من آل جبور اللي ضاع تليفون حبيبها ويقول أنا خطيبها، ولزمها ولد ونشر صورها والمقاطع الفيديو مالتها. هسه المشكلة مو هنا، المشكلة انه احنا مجتمع يحب الاشاعات ويحب تداول الاخبار المو زينة السلبية، طبعا ايجابية احنا ما ننقلها، نحكي بس على الشينات. فأنا أحب أوصل رسالة لكل بنية شاركت بنشر هذه الفضيحة. أول شي أنت بنية، يعني باكر عقبة أنت هم تحبين إنسان، وهذا الإنسان مو بقصد ياخذ صورك وتاخذين وياه صور، حتى إن كان خطيبك ويضيع تليفونه وهم يوقع بيد ناس، وهمين هاي البنات اللي مثلك هم راح يشاركون فضيحتك وهمين راح تروحين تنكتلين. فستري على بنات الناس وعلى العالم، الله يستر عليك. وبالنسبة للولد، انت يعني اذا ما تحب وانت رجال وجنتلمان، فباكر عقبة عندك زوجة، واذا ما عندك خوات عندك زوجة، وراح يصير عندك بنات هم يمرون بنفس المرحلة. ترى هو دين، كما تدين تدان. فالله يستر عليكم حبايبي ويستر علينا وعلى أمة محمد أجمعين. استروا، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. خلي الرحمة بيناتنا، لا نتداول الفضايح والسوالف التعبانة، ما لنا علاقة. بيك خير صلح نفسك، ما بيك خير لا تحكي. وآسف على الإطالة، مع السلامة.